سوري. يا صباح الخيرات من المسرح الروماني. لقيت عندي كعبلات كتير قوي في البيت، نفسيا ضايعه، كل ما اقدم في حاجه مفيش حاجه بتكمل، مشاكل، كل حاجه ممكن حاصله في حياتي فهي حاصله، فخلاص قدر الله. فقررت بيني وبين نفسي ان انا اخدها فرصه وانزل اشوف الدنيا فيها ايه ورايحه فين وجايه منين. فلقيت رجلي جابتني هنا، كنت اول مره ادخله مع اني اسكندرانيه، منطقه كوم الدكه، المسرح الروماني. ودينا بنبتدي اهو من اول الاثار، من اول هنا اهي، من اول هنا الاثار اهي، دي اهي، وبعد كده هنا كده زي جنينه كده بيتقعد فيها، بس انا عجباني اصلا. ويلا بينا على كوم الدكه ونبص فيها ايه. مسرح الروماني بما اني مش شاطره قوي في التاريخ هبقى انزل لكم عنه، بس انا عارفه ان هو من ايام الرومانيين. جيت قبل كده مره زمان ايام الكليه، كان تبع حاجه تبع الكليه عندنا ان احنا نيجي نزور المعالم دي، وكان قريب قوي من الكليه لان احنا كنا خدمه اجتماعيه هنا. فجيت قبل كده مره بس ما جيتوش تاني بصراحه انا كنت حابه ان انا اوثق اليوم ده يوم ما اجي. هو شكله حلو جدا، بس اصبروا عشان اظبط الكاميرا والشمس. ده المسرح الروماني. زي ما قلت لكم كده، انا بقالي كتير كعبلات في حياتي واكتئاب ويعتبر مصايب بقى في البيت كل حاجه بتخرب في حياتي وفي حياه بيتنا وكل حاجه، اوكي نفصل بقى. اتعودت افصل. ده المسرح الروماني اهو، دي الحاجات دي الحضاره الرومانيه اليونانيه الرومانيه اللي باقي منها من اسكندريه. محتفظين بيها، فبصراحه عجبني قوي منظر الاثار دي. هنزله طبعا على قناتي على اليوتيوب ان شاء الله، وعلى الفيس عندي اهم مكتوب المسرح الروماني المنطقة المحيطة به. تم الكشف عن مترميم المسرح الروماني المنطقة المحيطة به بفضل الجهود المشتركة للمركز البولندي لآثار البحر الأبيض المتوسط بجامعة وارسو والمجلس الأعلى للآثار من 1960 إلى 2008. اللي اتفرج على أفلام كتير أجنبي زي مثلا جلاتريتور الفيلم المفضل ليا، من الافلام المفضله يعني، كان بيبقى فيه الحته دي بتاعه المسرح الروماني وحرب ومش عارف ايه. الناس بقى تطلع تقعد تتفرج هنا كده زي دول كده، زي الافلام بالظبط. بصراحة قلت فرصة بما اني جيت وكنت قريبة ولقيته مفتوح وعرفت ان انا سهل ومعايا فلوس، تيكت 20 جنيه، فاوكي يعني ادخل، ليه لا؟ يبقى اسمي حتى عملت حاجة يعني، طلعت من المود اللي انا فيه. حتى كنت رايحة بقدم في شغل الدنيا ما ظبطتش المرة المليون، فلعله خير يعني. انا ما بقتش والله اسأل يعني، بقيت بروح الحاجة تحصيل حاصل، اللي نصيب فيها هتيجي، ماليش نصيب لعله خير. المهم خلينا بقى اليوم النهارده كده مع الجمال ده. كده ننزل بالراحة كده الحتة دي
ونتفرج على الجمال ده من جوه. بصراحة عجبني قوي. مش باقي منه كتير بس حلو. بصوا على الناحية التانية في بقية الأعمدة بتاعة المكان. أنا حاسة بقى إن أنا يعني كأن المكان كده خطفني. أنا ماشية بقى ما أروح الأقصر يا رب، عشان أنا لسه ما رحتش الأقصر. المكان كده خطفني إلى عصر آخر، حاسة إن أنا ماشية فعلا في العصر الروماني فعلا، يعني لقطات بقى والأفلام بقى والحاجات دي. وفراشة بقى طايرة وحاجة آخر جمال والله أهي. حاجة آخر جمال أهي. بصراحة أنا سعيدة باليوم وسعيدة بالمكان. هو بس الحاجات اللي هناك دي مكتوب عليها نو انتري. انا هكتفي بس ان انا اصور من بعيد، وفي شويه ورد موف كده فوق تحفه، حاول اوثقه كده يا رب يكون بس باين الورد اللي فوق ده ولا اللي هناك ده لونه موف اهو. الورد ده لونه موف. دي الحاجات اللي مكتوب عليها نو انتري هناك. دي بقيت اعمدة هناك اهي برضو. الحاجات اللي باقيه دي بتقول لنا ان مهما احنا كنا عايشين سنة الحياة في يوم من الايام مش هنكون موجودين. الحاجات اللي باقيه دي هي اللي بتقول لنا ان دي سنة الحياة. تخيلوا بقى من يوم ما البشرية اتخلقت لحد النهاردة لو الناس دي ما راحوش واحنا جم وهكذا، كنا هناكل بعض بقى، كنا هنقتل بعض بقى. كان مرة استضافوا سمير غانم بيقولوا له ايه اكتر حاجة بتخاف فيها، رحمة الله عليه، قال لهم الموت. قال لهم بس هو الحقيقة الوحيدة، وفي نفس الوقت لو ما كانش في موت كنا هنبقى بناكل بعض. الناس هتروح فين يعني؟ ما هو مهما عاشوا هيروحوا فين بقى في الاخر؟ لازم يكون في مكان بيروحوا له في الاخر. وبصراحه انا يعني مع الكلام المنطقي ده. في شويه فراشات هنا قمر والله. نسيتني كل حاجه، نسيتني الاكتئاب اللي انا فيه، نسيتني الكعبلات اللي في حياتي وبيتي. فعلا انا مبسوطه ان انا خدت الخطوه دي. يا ترى الاوض دي كان فيها ايه، ولا مين اللي كان ساكن، ولا ايه اللي كان موجود؟ وليه كانت معموله اصلا؟ هل بقى زي الافلام بقى اللي احنا شفناها كانوا بيطلعوا بقى اسود بقى على الناس من هنا مثلا؟
الناس بقى تبقى قاعده فوق كده تتفرج. انا حاسه عارفين اصوات الهتافات بتاع الجراتوريتور كده بالظبط، ده اللي انا شايفاه وحاسه بيه دلوقتي جدا. لفت نظري برضو هنا رمز صليب اهو على الحاجه. تخليدا للحقبه دي من الديانه دي وقتها تيجان. انا مش شطوره قوي يعني، انا مش دراستي، انا دراستي خدمه اجتماعيه، علمي نفس واجتماع والجو ده. بس هما كاتبين ايه بقى؟ ممنوع الصعود على المدرجات الاثريه. فاحنا اخرنا هنكتفي ان احنا، عايزه اقول لكم في سنه من السنين كانوا بيعملوا حفلات هنا، الناس تقعد هنا الاول ويجيبوا مغنيين هنا بقى كده، حد من كام سنه فاتوا يعني مش من بعيد، بس لغوا القصه دي خالص، مكتوب ممنوع الصعود. انا ايام المعهد، ايام معهد عالي خدمه اجتماعيه، كنت جيتوا بقى وطلعنا ونزلنا وقعدنا. هسيبكم واعمل فيديو تاني بقى الجوله الاخرى بقى، كون خلصتوا ايه ومروح. السلام مؤقت، باي باي.